الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أيها الأحبة، أحببت أن أوجه كلمة إلى الذين مسخوا عن دينهم، إلى الذين انسلخوا عن عقيدتهم، إلى الذين رضعوا من ثدي الاستعمار لبنا نجسا فجاءوا وراحوا يريدون أن يتقيأوا به علينا. أقول لهم والله لن تستطيعوا أن تجتثوا العقيدة من صدورنا، والله لن تستطيعوا أن تزيحوا اللسان وأن تزيحوا العربية من ألسنتنا، والله لن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. فقد حاول الاستعمار قبلكم بعقود ولكنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأرد عليهم بما رده العلامة ابن باديس لما صفع بها الفرنسيس وأبناء باريس: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب، وارفع منار العدل والإحسان واصدم من غصب واهزز نفوس الجامدين، فربما حي الخشب واقلع جذور الخائنين، فمنهم كل العطب، من أراد ودنا فعلى الكرامة والرحب، ومن أراد ذلنا فعلى المهانة والعطب. هذا نظام حياتنا، بالنور خط وباللهب، فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. ولا أقول والعرب، أقول تحيا الجزائر وتحيا الشعب الجزائري كله. تحيا الشعب الجزائري سواء كان عربي أو بربري أو شاوي أو تردي أو إباضي، فنحن شعب واحد، تجمعنا الوحدة الوطنية ويجمعنا اللسان العربي ويجمعنا قبل ذلك الدين القيم، دين الله سبحانه وتعالى، تجمعنا العقيدة لا إله إلا الله. نحن شعب مسلم، لا تنسوا أيها الإخوة. وأقول لهؤلاء الذين انسلخوا من دينهم وأرادوا أن يتبعوا أذنابهم، يريدون أن يتبعوا ساداتهم من وراء البحار، أقول لهم: إن كنتم كذلك فأنتم أعداء لهذا الشعب العظيم، أنتم أعداء لهذا الشعب العظيم ولستم منه. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. أيها الشعب، تمسك بدينك، تمسك بلسانك، لا تتكلم بلسان عدوك، لا تتكلم بلسان عدوك، تكلم بلسان نبيك، تكلم بلسان نبيك، تكلم بالعربية. هذا الكتاب العظيم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى فينا، هذا اللسان العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لسانا نتكلم به إلى يوم القيامة. لا تتكلم بلسان عدوك. وأقول لك أيها الأخ: قد كانت لك أسوة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والله هذا الجزائري الذي يكفر بهذا الإله العظيم ويكفر بهذا الدين القيم هو عدو للجزائر وعدو للشعب الجزائري. احفظها عني ولا تنساها يا أخي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أدعو إلى الله